استغفر الله استغفر الله. الاستغفار ليس مجرد كلمات تقال باللسان، وإنما أثره مرتبط بصدق القلب وإقلاع العبد عن الذنب. فكثير من الناس يكثرون من قول استغفر الله استغفر الله، لكنهم مستمرين على معاصيهم، فيصبح استغفارهم مجرد عادة لفظية لا تغير حال. نركز على إيه لكي نقطف ثمار الاستغفار؟ أولاً، أن يكون الاستغفار توبة صادقة مع إقلاع عن الذنوب والندم على ما فات، وعزم على عدم العودة لأي ذنب. في الوقت ده هيظهر أثر الاستغفار في تفريج الكرب وجلب الرزق وصلاح الحال، كما وعد الله تعالى في قوله: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. فباختصار، الاستغفار الحقيقي تغير داخلي وسلوك عملي، وليس مجرد ألفاظ متكررة بلا أثر. جايلي تعليقات كتير بيتكلموا عن الاستغفار وإن هم بقالهم فترة طويلة. يعني في كومنت هحطه لكم على الشاشة دلوقتي، بتقول إن هي بقالها 6 شهور بتستغفر، والمرض عندها يعني الحالة بتسوء، لو مرض بيزيد، لو أرزاق هي نفسها مثلا ربنا يوسع عليها في الرزق، فبتلاقي مثلا الحالة بتسوء أكتر من الأول. فده مش مرتبط بالاستغفار. يعني الاستغفار ما تحطيش السبب ان انت بتستغفري فالدنيا بتسوء. ده بيحصل لمعظم الناس وبتبقى فترة وبتعدي. فبلاش تيأسي، يعني بلاش تقولي ان انا الاستغفار ان انا مثلا مفيش نتيجة للاستغفار. لا، النتيجة ان شاء الله بإذن الله جاية، وعاوزاكي انك انتي اي حد لسه ما شافش اثر الاستغفار بلاش ييأس. في ناس ممكن من اسبوع واحد يكتفوا ثمار الاستغفار. كل واحد مننا غير التاني، وزي ما انا فهمتكم كده في اول الفيديو، ان لو في اي ذنب، حتى لو ذنب بسيط خالص، يعني مثلا لو انتي عندك مثلا مجموعة كده من السيدات بيجلسوا مع بعض، فممكن تجيبوا سيرة حد، دي برضو ممكن توقف الاستغفار بتاعك. لازم توقفي اي حاجة معصية بسيطة انت مش واخدة بالك منها، ممكن ده اللي معطل معاكي نتيجة واثر الاستغفار. يعني حاولي انك انت يعني تعملي فلترة كده على اليوم بتاعك بيعدي ازاي، بتكلمي مين، في مثلا حاجات كتير جدا احنا بنتغاضى عنها ومش شايفينها. يعني لو انتوا سيدات وبتستغفروا ربنا بأعداد كبيرة، ونفسكم تشوفوا أثر الاستغفار ومش عارفين توصلوا للنتيجة، دوروا كده في اليوم بتاعكم انتوا بتعملوا ايه. يعني مثلا لو انت مثلا بتحطي برفانات وانت نازلة رايحة اي مشوار، دي معصية. ممكن حاجة بسيطة زي كده انت اصلا مش واخدة بالك منها. الميك اب الاوفر اللي احنا مثلا بنشوفه دوت، برضو انت ممكن شايفاها حاجة بسيطة خالص، انت مش عاملة حاجة معصية. لا، دي معصية. يعني في حاجات احنا بنعطل نفسنا بيها ومش شايفينها. لو قاعدة زي ما انا قلت لكم في تجمع وجبتوا سيرة حد، دي معصية بتوقف الاستغفار بتاعك. الاستغفار لازم تتوبي عن كل حاجة، تتوبي عن كل معصية. فاعملي فلترة على اليوم بتاعك. الحواجب النامصة والمتنمصة والحاجات دي بسيطة بالنسبة لك، لكن برضو بتبقى سبب ذنب، بتبقى ذنب كبير. فحاجات احنا شايفينها ان هي بسيطة. لو مثلا راجل في شغله مثلا بياخد مثلا فلوس مش من حقه، يعني في حاجات كده في الشغل برضو بتحصل. الرجالة برضو ممكن تقع فيها حاجات بسيطة في شغلهم. فكل واحد يعمل فلترة على يومه على قد ما يقدر، ويشوف هو اليوم بتاعه بيعدي فيه ذنوب ولا لأ. ولو في ذنب قديم انت يعني استحضريه في دماغك، استحضريه في دماغك وابدأي. لو ذنب كبير يعني في دماغك، وابدأي انك انت امسكي كده واستغفري طول اليوم طول اليوم عليه، لحد لما تحسي ان انت فعلا نسيتي الذنب ده.
وابدأي انك انت احضري ذنوب في دماغك، واستغفري وترجي ربنا، يعني ترجي ربنا ان هو يغفر لك الذنب ده لو ذنب من الكبائر. لو انت مثلا عملتي غضبتي ربنا في حاجة، في اي موقف، في اي سنة، من زمان من قريب، احضري الذنب واستغفري ربنا. كل واحد ليه طريقته. يعني انت ممكن تقولي لي ان انا ما بحضرش الذنوب، انا بستغفر ربنا. يعني لكل الذنوب اللي انا عملتها ما بحضرش ذنب معين في قلبي او في عقلي وانا بستغفر، عادي جدا. ده صح وده صح. بس انا بقولك بناء على تجربتي الشخصية، او اللي انا بسمعه، او كمان اللي انا بحسه. يعني انا بحس مثلا لو انا احضرت ذنب مثلا، حتى لو هو مثلا صغير، بيجي في قلبي وبيحضر في دماغي كده، بفضل ان انا استغفر بالنية وهو في دماغي. يعني الذنب الصغير ده او الكبير في دماغي، وانا استغفر الله استغفر الله استغفر الله، وهو في دماغي. بعد شوية سبحانك يا رب، ده بيحصل معايا انا شخصيا. بلاقي مثلا ممكن ذنب انا عملته من سنين، من سنين طويلة، بلاقيه حضر في دماغي من غير اصلا اي موقف، يعني ربنا ذكرني بيه. فببدأ ان انا برضو هكذا استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله كده. بحب ان انا احضر الذنب في دماغي واستغفر ربنا عليه، بحس ان انا برتاح وان انا بمسحه. ده احساس، يعني احساس شخصي، مش لازم انك انت تعملي زيه. بس انا بقولك من تجربتي، والراحة النفسية اللي بتحصل، والحياة اللي بتتغير بعد ما بعمل كده. فانا عاوزاكم اول حاجة علشان تلاقوا نتيجة من الاستغفار، ان انتوا تبعدوا عن اي معصية واي ذنب حتى لو كان صغير. دي اول حاجة عاوزة اقول لكم عليها علشان ما انساهاش. علشان التعليقات الفترة دي جايالي كتير جدا ان هم مش لاقيين اي تغيير في حياتهم بعد الاستغفار بالست شهور وبثلاث شهور، ويعني ايام طويلة بيستغفروا ربنا. فانا مش عاوزاكم تيأسوا، وعاوزاكم تدوروا كويس جدا في حياتكم. صدقوني هتلاقوا حاجة صغيرة بسيطة كده فيها ذنب او فيها حرمانية وانتوا مش واخدين بالكم. دي اول حاجة. المرحلة بقى اللي كلنا بنخاف منها، وانا اتكلمت فيها من قريب جدا، اللي هي مرحلة التصفية. المرحلة التانية في الاستغفار. 90 من الناس بيتوقفوا في المرحلة دي اللي انا بتكلم فيها النهاردة، وهي بتحصل معاكم زي بتلاقوا ضيق وشعور كده خنقة غير مبرر، وتأخير في الرزق زي ما احنا بنتكلم، وعكوسات مفاجأة، وفقدان أشياء بنحبها، وإحساس إن الأمور بتزداد سوء، فيظن العبد إن هو قبل الاستغفار كان حاله أفضل، والحقيقة إن هي عكوسات. ومش عكوسات بس، ده هي تصفية. إحنا لازم يعني نركز في الحتة دي علشان ما نقعش ونكره الاستغفار. والاستغفار مش مجرد كلمات بتتقال، الاستغفار قلب بيستغفر، عقل بيستغفر. يعني ندم، لازم تحسوا بندم وانتوا بتستغفروا ان انتوا فعلا ندمانين. وكمان لو انت يعني في برضو بعض مننا بيقولوا ان هم بقالهم مثلا 3 سنين وسنتين بيستغفروا من اجل المال، عاوزين فلوس، وان هم بعد الاستغفار ب3 سنين مفيش اي تغيير مادي حصل معاهم. طب ما هيحصل معاك التغيير المادي ده ازاي وانت اصلا بتستغفر علشان المال؟ لازم تشيل قلبك وتعلقك بالمال خالص، وهو هيجي لوحده. طول ما قلبك متعلق بأي حاجة من حاجات الدنيا، صدقني الاستغفار بتاعك مش هيعمل مفعول. استغفر بس علشان التوبة، استغفر بس علشان ربنا يغفر لك ذنوبك، استغفر بس علشان ربنا يمسح كل ذنوبك. دي نيتك في الاستغفار، ودي الإخلاص اللي يكون في قلبك، هو الاستغفار من أجل التوبة. انسى المال، انسى الأولاد، انسى الذرية. يعني أنا كواحدة زيكم كنت بستغفر ربنا بأعداد كبيرة جدا. يعني كنت مثلا بستغفر ربنا بنية ربنا يصلح لي حالي، بنية رزق، بنية حاجات كده في حياتي. لكن بعد فترة عرفت الاستغفار الصح، ان انا ما فكرش في اي امر من امور الدنيا تماما، اي شيء. يعني حتى لو مثلا عاوزة حاجة ما بطلبهاش، انا مش عاوزاها، انا بستغفر ربنا وبعبد ربنا. يعني حتى يتوب عليا، حتى ان انا انال رضا ربنا وحب ربنا بس. والله
والله ده احسن حاجة انا عرفت ان انا اوصل لها بعد كل العمر ده، ان انا مش عايزة اي مصلحة من ربنا غير ان هو فعلا عاوزاه يتوب عليا. يعني انا بستغفر لهذا السبب، عايزة ربنا يحبني، يعني عاوزة ربنا يصحيني كده في صلاة الفجر ان انا اقوم اصلي. صلاة الفجر دي برضو يعني انا لو انا مقصرة ما بعرفش ان انا اصحى لصلاة الفجر، لكن دايما خليكوا مع ربنا وخلوا ربنا يحبكوا. صدقوني هتلاقوا صلاة الفجر دي لو انت نايمة من غير اي منبه او اي حد يصحيكي، بتلاقي ربنا هو اللي بيصحيكي علشان تصلي الفجر. فخليكي دايما تستغفروا بنية الاستغفار والتوبة. التوبة، بلاش تفكروا. لو انتوا بقى بتستغفر بقالك 3 سنين زي ما انتوا الكومنتات اللي هي كده، بتستغفر بقالك 3 سنين وربنا نفسك ربنا يرزقك بالمال ومفيش اي مال حصل ولا اي مال جالك، ما هو ده السبب، انك انت بتدور على امر الدنيا. ربنا عاوزك تستغفر ليه، هو تستغفر للتوبة من المعاصي. محدش فينا معصوم من المعاصي، في معاصي كتير جدا وذنوب كتير جدا صغيرة وكبيرة بنقع فيها. فاحنا لازم يعني نبقى عندنا شدة كده وعزم ان احنا ما نعملش اي ذنب. وان شاء الله بإذن الله لو انتوا دورتوا على غفران الذنوب وبعدتوا عن امور الدنيا، صدقوني امور الدنيا هتجيلكوا لوحدها. هتجيلكوا الأموال والذرية وكل حاجة والصحة، هتجيلكوا كل شيء من غير ما انتوا تطلبوه أصلا. ربنا يعلم اللي في قلوبكم، ربنا عارف انتوا عايزين ايه. يعني ربنا عارف وانت بتستغفر، وانت بتستغفره انت قلبك عايز ايه وحياتك عاوزة ايه. هتلاقوا بقى كده كل حاجة بتتصلح، هتلاقوا كل حاجة بتجيلكوا لوحدها. لا تترك الاستغفار أبدا، فالفرج اللي انت بتنتظره ممكن يكون على بعد خطوة واحدة، أو على بعد أيام، أو على بعد حكمة لا تراها الآن. ولكن حين يأتي، وسيأتي بإذن الله، ستعلم لماذا تأخر، لأن الله سيأتي بأجمل مما دعوت، وأفضل مما خططت، وأوسع مما ظننت. فلا تستعجل، واستغفر واثبت، فالله لا ينسى صوتك ودعواتك، ولا ينسى الله قلبا أحسن الظن به.